طب يا شباب ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. جالك قلب اخوك بفيديو جديد عن طريقة فك حظر ارقام الواتساب. هتفك رقمك في الفيديو ده ان شاء الله. قبل ما تفتح الفيديو هتعرف تفك رقمك، اقول لك تفك حظر ارقام وفك مشدد برضو. فتابع الشرح للاخر، مش ما تقدمش خطوات اخر خطوة عشان تعرف تفك الرقم بتاعك. تمام، بس الاول قلب اخوك، لو انت مش مشترك عندي في القناة انزل مش مشترك للقناة فعل زر الجرس، حط كومنت للفيديو. مش طالب منك اكتر من كده غير انك تقدر التعب بتاعي في الفيديوهات. تمام، يعني اعمل اشتراك بس خلاص. واللينكات وكل حاجة الأكواد اللي أنا هستخدمها في الشرح هتكون في وصف الفيديو، وطريقة التحميل برضو موجودة في وصف الفيديو. تمام. فدلوقتي لو انت الرقم بتاعك محظور من الواتساب، اللي هو محظور دعم، هتفكه. محظور أعمال هقولك برضو على الطريقة بتاعته، اللي هو محظور أعمال زي ده كده. مثلا الرقم ده، الأرقام دي اللي بيبقى طايرة أعمال، بس في ناس بيبقى بتلخفن فيها. طب ده طاير ايه والتاني طاير ايه؟ ده طاير أعمال، تقدر تفتح بيه على متجر، تقدر تفتح واتساب ماسنجر عادي. لكن التاني اللي يبقى الاتنين قصاد بعض هنا، اللي هو فريق الدعم وكلمة الإلغاء بتكون قصاد بعض، ده اللي يبقى محظور أعماله ماسنجر. تمام، أقولك دلوقتي ازاي تفكه. تمام. فأنت لو رقمك محظور عادي، هو يتفك في خلال، يعني معاك من على حسب ضغط الشركة، ممكن يتفك معاك في أقل من 5 دقايق وأقل من دقيقة لو محظور عادي. طب لو محظور إنتاج هتفك في خلال ساعة بالظبط إن شاء الله. فدلوقتي احنا هنستخدم الجيميل. أهم حاجة بس يكون عندك جيميل يرد من عليه. يعني يستحسن يكون جيميل جديد، ده الأضمن يعني. تمام، فأنت هتعمل ايه؟ دي كده الأكواد اللي أنا هستخدمها في الشرح. عندك هنا صاحبي، ده طبعا هيكون في وصف الفيديو باللينك، اما تنزله هيفتح معاك الملف بالشكل ده. عندك هنا الجيميل، ده الموضوع، وادي ده الكود. الكود من غير الرقم هنا، هقولك ديت ازاي وهتعمل ايه، وهنا الرد. تمام. خش كده على الجيميل، هتعمل ايه يا قلب اخوك؟ كنت عملت جيميل جديد او عندك جيميل يرد منه، او جيميل قديم وده يستحسن. تمام. هتيجي هنا على كلمة انشاء، ظهر لك ال- الشكل ده كده. تمام، عندك هنا إلى والموضوع وإنشاء رسالة إلكترونية. طب ما أقولك تعمل إيه؟ هتيجي هنا عند الملف اللي أنا سيبهولك، تيجي فين؟ عند أول حاجة جيميل الشركة. تمام، أسيب لك الجيميل ده إن هو أكتر جيميل بيرد عليه في أسرع وقت. الجيميل ده بيرد عليه على طول. هتيجي هنا كده بعد ما خدت كوبي، تيجي هنا تحط الجيميل. لو أنت عندك جيميل تاني عادي حطها، يعني مثلا لو أنت عندك كذا جيميل تاني حطه عادي، بس أنا سايب لك ده الأضمن إن هما بيرد على ده أسرع. ده أسرع جيميل بيرد منه. تمام، حطيت كده الكود. تيجي كده عند جيميل الشركة. تمام، قصدي عند تاني جيميل الشركة، نيجي عند الموضوع. تمام، نيجي ناخد الموضوع كده من أوله لآخره، ناخده نسخ. خش جوه الجيميل، هتحط الموضوع كوبي. تمام. نيجي بقى عند الكود، تاخده برضو الكود من أوله، تنزل تحت هنا تاخد الكود نسخ. هتيجي عند إنشاء رسالة إلكترونية وتعمل لصق. تمام، هتحط الكود كده من غير ما تحط الرقم بتاعك فيه. ما تحطش الرقم بتاعك في آخر الكود، تبعت الكود زي ما أنا حاطه كده بالظبط. تبعت الكود كده بالشكل ده. تمام، وتعمل رسائل. تمام، تطلع بره الجيميل. خش تاني هو كده. راح اللي هو البتاع اتبعتت الرسالة. طب ما يرد عليك ولا يرد، هتعمل ايه؟ طب انت لو رقمك دلوقتي محظور مشدد، مثلا نظهر لك الوضع ده كده، اللي هو لا يمكن لهذا الحساب استخدام واتساب، ولقد أكملنا مراجعتنا وجدنا هذا النشاط، هذا الحساب يخالف شروط الخدمة لدينا. وعندك هنا تسجيل رقم جديد، يعني انت عملت طلب مراجعة والطلب المراجعة اترفض. طب دي حاجة بتصعب الرقم اللي هو يتفك. احنا بنفك الرقم من خلال طلب ومراجعة، اللي هي الأرقام تبقى طيارة مشدد والكلام ده كله بنفكها من خلال طلب ومراجعة. فكرة انك تعمل طلب مراجعة دي بتخلي الحساب اللي هو بيكون صعب اللي هو يتفك. انت كده بتخليه اللي هما بيأكدوا اللي هو هذا الحساب بيخالف شروط الخدمة. طب اقول لك هتعمل ايه؟ هخليها في اللي هو الانتاج اللي هو التاني ده، اما هيرد عليك. تمام، انت بس اللي برضه دلوقتي اقول لك التاني دلوقتي اللي هو المشدد قلب اخوك. مثلا انا عندي جيميلات كده كتير، انت عندك جيميلات او تعمل بتاع جيميلات تكون موثوقة برقم الأول، ما الجيميلات من غير رقم، لأ جيميل تكون مأكده برقم. تمام، تعمل نفس الحوار بس تبعت من كل الجيميلات اللي عندك مرة واحدة، تبعت كتير يعني تبعت في نفس الوقت.
مثلا ده رقم كود كنت افكه مشدد. لو خدت بالك اللي هو كل الرد بتاعهم ردوا في نفس الوقت اهو، الساعة 1:05، الساعة 1:05، 1:04، 1:03، كل ده كله رد في نفس الوقت. كده بتعرف الشركة ان الرقم ده مهم، ولازم اللي هو ايه عليه ضغط، ولازم كله بيبعت له، كله بيبعت، ده كده اللي بيخلي الرقم يتفك، وتفضل تبعت لهم. في اوقات تخلي يكون الشركة ملهاش ضغط، الشركة تحس ان شركة ملهاش ضغط من اول بالليل لحد الفجر كده، الصبح الساعة 8 9، الوقت ده كله الشركة الضغط عليها مش شديد، بس اللي هو العصر او الظهر او كده. فانت بتفضل تبعت من كل الجيمات اللي عندك، واهم حاجة برضو كان جيميلك جديدة، ونفس الحوار وان شاء الله بيتفك. فدلوقتي اما عشان الشركة مش هترد دلوقتي، عشان بس كنت لسه بعت من شوية، فهي متردش لو انا بعت من نفس الجيميل نفس الكود على طول. تمام، فانت اول ما يرد عليك هتيجي تحدد الرد وتاخد الرد نسخ. تمام، طبعا نعتبر ده كده الرد بتاع الشركة. تمام، اما هما يردوا عليك هتيجي عند تحت الرد على الكل. تمام، تيجي عند الرد على الكل هتحط بقى الرد اللي انت خدته. طب دلوقتي بقى انت تحط الرقم بتاعك اما هما يردوا عليك، تخش تبعت لهم الرد على الكل وتحط الرقم بتاعك. انا سايب لك الكود ده، ده الكود بتحطه في الرقم بتاعك. طب ده الكود ده برمز الدولة بتاعت مصر. طب انت رمز الدولة بتاعت السعودية، العراق، اليمن، تشيل رمز الدولة ديت وتحط رمز الدولة بتاعت بلدك. تمام، يعني مثلا أنا مصري، حط رمز الدولة +2 وحط الرقم بس كان 010 011 وهكذا، تكمل بقية الرقم. تمام، بعد ما تحط الرقم بتاعك إذا كنت بدولة تانية هتشيل رمز الدولة ده، أهم حاجة ميكونش فيه فاصل، يعني ما تحطش الرقم كده، لا تخلي كل الأرقام لازقة في بعضها، مش الشكل ده كده. بعد ما تحط الرقم بتاعك كده تعمل إرسال. تمام، لما لو رد عليك بالتحلي بالصبر او اسكانهم مشدد او اللي هو تزال حسابك محظور تيجي تنزل تك كده، ترد عليهم بنفس الرد ده، وان شاء الله خلال ساعات بتلاقي الرقم اتفك معاك. او ممكن لو هو انتهاك عادي وكده ممكن يتفك في خلال ساعة بالظبط، يعني الارقام يتفك من خلال ساعة ل3 ساعات بالظبط. بس ده صاحبي، ده كده يكون فيديو النهاردة. طبعا هسيب لك الاكواد دي هتكون في وصف الفيديو، طريقة التحميل برضه في وصف الفيديو. بس متنساش لو انت وصلت لحد هنا تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس، تحط لايك كومنت حلو. سيب لك كل حاجة تكون في وصف الفيديو، وطريقة التحميل برضه تكون في وصف الفيديو. دي طريقة اللي هو تفك الأرقام. انت مش عارف تفك الرقم كده، أو انت مش هتعرف تجرب الطريقة ما عرفتش تشغلها معاك. تمام، خش كلمنا على التليجرام، بفك جميع الأرقام هناك، أو بعمل كل حاجة هناك على التليجرام. خش تلاقي اليوزر بتاعي في قلب القناة، خش كلمنا في كل الرقم اللي انت عايزه بإذن الله. بس كده يا صاحبي، ده فيديو النهاردة. سلام يا اخواتي.